تخيل كده انك تتحول من واحد مطرود محدش عاوز يشغله لبطل قوي الكل بيتمنى يشوفه. بس تخيلت؟ طب يلا بينا نبدأ الانمي. بيبدأ الانمي بتاعنا مع رين وهو بينطرد من فرقة الابطال. بيقول له القائد اريوس انت خلاص جبت اخرك معانا ومش عاوزينك تاني في الفريق. رين بيقول لهم طيب انا عملت ايه خلاكم تطردوني؟ البنت دي قالت له علشان انت ما عملتش حاجة اصلا، وجودك في الفريق حاجة زي عدمها. انا قلت اصلا احنا مش محتاجين مروضين للوحوش في فريقنا، يلا امشي من هنا دلوقتي. رين بيسمع الكلام وبيكون زعلان جدا من اللي بيحصل. بيخلع بدلة الفريق وبيسيبهم يضحكوا عليه وبيمشي. بعدها بيروح رين يقعد كده على استراحة علشان يفكر هو هيعمل ايه في حياته، وده طبعا بعد ما خسر الوظيفة الوحيدة اللي كانت موفرة له مكان يعيش فيه. وهو قاعد كده بيجيله شوية من الاطفال الصغيرة اللي بيحبوا يلعبوا معاه. بيسألوا الاطفال هو هيطلع امتى في مهماته الجديدة. رين ما بيعرفش يرد عليهم وبيتوه في الكلام. بيطلب منه الاطفال يعمل لهم العرض بتاع كل مرة. رين بيوافق طبعا وبيستخدم قوته كده على نسر معدي. بيسيطر على النسر وبيخليه يلقي عليهم التحية. الاطفال بتنبهر منه جدا وبيقولوا انهم هيطلعوا مروضين وحوش زيه لما يكبروا، ورين كان فرحان جدا منهم. بيسمع واحد من الاطفال بعدها وهو بيقول انا هبقى مغامر لما اكبر. الفكرة دي بتشد انتباه رين وبيروح فعلا ويقدم على النقابة. بتقول له البنت اللي هناك احنا لازم نختبرك قبل ما نديلك رخصة المغامر، وده بانك تقتل 10 غيلان وتجمع 10 اعشاب طبية. فرينا لا تمام اتفقنا. راح علشان يأدي الاختبار ووصل فعلا على الغيلان، وكانت ضعيفة جدا وسهلة في القتل. جمع بلورات السحر بتاعتها وجاب الاعشاب ودنيته بقت اخر فل وروقان. ولكن فجأة بيسمع صراخ بنت جاي من جوه الغابة. بيسيب كل حاجة في ايده وبيجري علشان يلحقها. اول ما بيوصل على مكان الصوت بيلاقي نمر بيهجم على بنته وشكله خلاص هياكلها. ريم في الوقت ده بينقض عليه بكل قوته، ولكن السكينة بتاعته بتتكسر. النمر في الوقت ده كان اتعصب وساب البنت وراح علشان يقتل رين الاول. الواد قال مش مشكلة، المهم ان البنت تعرف تهرب بامان من هنا. ولكن بعدها بنتفاجئ بان البنت ما هربتش، بل بالعكس بتستخدم كل قوتها وبتطير في الجو. بتضرب النمر برجليها وبتكسره حرفيا. رين اتصدم، قال هي جابت كل القوة ديت منين؟ بيدقق النظر فيها اكتر وبيعرف حقيقتها. دي واحدة من الفصائل الاربعة الاندر والاقوى في العالم، روح القطة. هي اللي جابها هنا. لسه ما كملش الكلام وبيلاقي النمر بيختفي والبنت دي بتقع على الارض قدامه. رين جرى عليها ولحقها. لسه بيقول لها مالك، ولها بتقول له انا جعانة. رين بيتصدم طبعا، ولكن بيجيب لها الاكل اللي معاه. البنت اكلت فعلا والدنيا بقت اخر روقان معاهم. وبالمناسبة اسمها كنادي. رين بيسألها بيقول لها انت جيتي هنا ليه؟ كنادي بتقول له احنا افراد فصيلتنا قليلين جدا، وعلشان كده احنا بنعيش لوحدنا في الجبال، بس الحياة هناك كانت مملة جدا بالنسبة لي، وعلشان كده انا سبتهم واتجهت في مغامراتي، وبالصدفة جيت هنا وقابلتك يا عم. دورك بقى تحكي لي انت كنت بتعمل ايه هنا. رين بيحكي لها على كل حاجة حصلت معاه وايه اللي حصل له من الابطال كمان. كنادي في وقتها بتتعصب وبتشتم في البطل وفريقه، وطبعا علشان هم اندال وطردوا رين يعني. اول ما بيلاقيها اتعصبت علشانه بيفرح جدا وبيمدحها، وفي وقتها كنادي كانت فرحانة جدا وطلبت منه يروضها. رين اتصدم وقال لها روضك ازاي يعني وانت واحدة من الفصائل النادرة؟ اكيد يعني انا قوتي مش هتسمح لي. بس كنادي قالت له لا انا اول ما شفتك حسيت برعشة في جسمي كله، انت قوي جدا وهتقدر تروضني. رين بص عليها كده وقال لو انا قدرت اروضها هتكون مساعدة كبيرة ليا، بس انا مش عاوز استغلها، انا عاوزها تكون معايا مش اكتر. وبالفعل رين بيجرح صبعه وبيبدأ يفعل قوته علشان يروضها. كنادي بتجاوب باسمها وبكده العقد اتفعل. بعدها كنادي بتقول له احنا كده متصلين مع بعض للابد. رين بيفرح جدا من كلامها وبيسلم عليها. بيستعدوا بعدها لبدء مغامراتهم الاتنين مع بعض، ومن هنا بتبدأ متعة الانمي. بعدها بيروح رين على النقابة وبيدي للبنت اللي هناك الحاجات اللي جمعها. البنت بتهنيه على انجاز الاختبار وبتقول له انت كده بقيت مغامر بشكل رسمي. رين بيفرح جدا وبياخد المكافأة. بيروح على كنادي واللي كانت فرحانة جدا ليه وعلشان اخيرا بقى مغامر. ولكن في وقتها واحد من النقابة بيشوف كنادي وبيعجب بيها. بيروح عليها علشان يكلمها، بس البنت ما بترضاش تكلمه. رين بيدافع عنها ولكن الواد بيشتمه وبيقول له مالكش دعوة انت. وقتها كنادي بتتعصب وبتقول له ما تغلطش فيه، انا وهو في نفس الفريق على فكرة. وقتها الراجل بيضحك كده وبيقول لها انت مع الضعيف ده ازاي كده؟ كنادي قالت له هو مش ضعيف، هو اقوى منك بمراحل. الراجل قال لها اذا كان كده يبقى لازم يلعبني ريست بقى، ولو فاز عليا انا هسكت ومش هكلمك تاني، ولكن لو انا فزت عليه هاخدك منه بالعافيه. رين بص له كده وكان متعصب جدا. بيقول في باله انا ممكن اسامح اي حد بيغلط فيا او يشتمني عادي، بس مش هسيب حد يشتم في صحابي قدامي. بيروح عليه فعلا وبيمسكوا ايد بعض. رين كان عارف انه ضعيف بس مش هيسيبه برضه، وفي اقل من ثانيه كان رين فاز عليه وكسر دراعه. واتضح ان بعد تعاقده مع كنادي بياخد هو كمان طاقه تساوي نفس
طاقتها. ده ايه العظمه ديت؟ البنت اللي في النقابه بتيجي بعدها وبتعتذر منهم على اللي التاني عمله، بتقول لهم ان النقابه بتفكر تاخد منه الرخصه اصلا، فبيشكروها على اللي عملته وبعدين بيروحوا يعملوا مهمات تانية. ولكن وهم هناك كنادي بتسمع صوت صراخ حد في الغابه، بيستخبوا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، وبيلاقوا عصابه كبيره بتهجم على تاجر عجوز وشكلهم هيقتلوه. كنادي بتتعرف على العصابه ديت وبتقول لرين انهم خطيرين جدا. رين بص لها كده وقال لها بس انا عاوز الحقه. كنادي قالت له تمام، وهجموا هما الاثنين على العصابه. البنت راحت تحمل عجوز ورين طار على الكل ضرب يمين شمال ما حدش قادر له. كنادي وهي بتتفرج عليه ما كانتش قادره تشيل عينيها عنه، بتقول انا قلبي بينبض بسرعه كده ليه؟ انا مش قادره اشيل عيني عنه. وشهوه كمان بيحمر يا صديقي، وشكلها بقت بتحبه باين. رين بيخلص على العصابه كلها كده وبعدين بيروح عليهم، بيلاقي كنادي وش احمر كده وبيسالها عن السبب. البنت بتتحرك كده وبتقول له مفيش حاجه يا عم. بتساله بعدها هو ازاي كان جامد كده وضرب الناس ديت كلها. رين قال لها انا كمروض وحوش لازم اتعلم اقاتل عشان لو في وحوش خطيره او حاجه. فبتقول له كنادي تمام. بعدها بيسالوا العجوز هو مسافر لوحده ليه، والمكان هنا مليان حراميه. التاجر بيقول لهم هو كان مأجر 3 معاه، بس اول ما العصابه هجمت سابوني وطلعوا يجروا زي الجبنه. ريم بيواسي العجوز وبيقول له خلاص حصل خير، بس بعدها العجوز بيقول له انتوا لازم تهربوا باسرع وقت من هنا علشان العصابه ديت كبيره ولو عرفت باللي عملتوه هيخلصوا عليكم في ثواني. رين قال له يبقى لازم نخلص عليهم قبل ما يفكروا يبصوا لنا. كنادي راحت على رين وقالت له دول اكتر من 100، ازاي هنقدر احنا الاثنين بس نخلص عليهم؟ رين قال لها ما تقلقيش انا عندي خطه. وبالفعل رين وكنادي بيروحوا على مخبأ العصابه وبيستنوهم، وطبعا رين كان راود حيوان كده علشان يعرفوا بمكانهم. بعدها رين بيقول لكنادي انها ترجع على المدينه وتبلغ الفرسان علشان يجوا يلموا الجثث. الثقه ديت يا ابني. كنادي بتقول له بس خلي بالك من نفسك وما تعملش حاجه علشان ما تتعورش. رين بيقول لها ما تقلقيش هم مش هيقدروا يعملوا حاجه. بعدها رين بيجيب حشره كده وبيروضها، والحشره ديت لو قرصت واحد بتخليه ما يقدرش يحرك جسمه لمده 12 ساعه. الحشره بتجيب صحابها وكنادي بتسيبه وبتروح على المدينه. بس من ناحيه تانية كان ال3 اللي طلعوا يجروا من العصابه منهم 2 من فرقه البطل، وطبعا هي نفس الفرقه اللي طردت رين قبل كده. واحده منهم بتتعصب على الثالث اللي معاهم وبتقول له انت ازاي ما مسحتش المنطقه وعرفت كل اللي فيها؟ مروض لي سنجاب واحد على اساس انه يقدر على غابه زي دي، كان على الاقل لازم تروض 10. الواد اتصدم منها، بيقول لها ازاي اقدر اروض 10؟ ده شيء مستحيل بالنسبه لنا احنا مروضين الوحوش، واكتر حد شفته كان قادر يروض حاجه كانوا 2 بس. البنت بتتصدم وبتقول له لا انت بتكذب، وبتفتكر ازاي رين كان بيروض 20 حيوان في وقت واحد وبيتحكم فيهم بسهوله. البنت بتقول له بعدها المهمه ديت انت اللي هتشيل اللوم بتاعها والا هخلص عليك دلوقتي. الواد بيترعب منها طبعا وبيقول لها تمام وبيطلع يجري. وفي الوقت ده يا صديقي رين ما كانش بيروض وحش واحد، لا ده كان بيروض 100 مع بعض في وقت واحد، بيخليهم يهجموا على العصابه وكل العصابه بتوع على الارض متخدره محدش فيهم بقى قادر يتحرك. وبعدها كنادي بتيجي ومعاها شويه رجاله بيبداوا يجمعوا في العصابه علشان يحبسوهم. بس فجاه الكل بيسمع صوت وحش داخل عليهم بيكسر الحديد اللي قدامه وبيبدا في الهجوم على كل اللي واقف. بس انت متخيل ان حد هيحصل له حاجه يا صديقي؟ لا والله. رين بيطير عليه وبيديله واحده بتجيب اجله. كنادي هي كمان بتهجم على واحد تاني وبتخلص عليه، بس بعدها الوحوش بتكتر وشكلهم اتحصروا. وقتها رين بيقول للناس تخرج من الكهف دلوقتي وهم هيقتلوا كل الوحوش لوحدهم. الناس كانت قلقانه في الاول ولكن بعدها بيوافقوا. رين وكنادي بيطيروا على الوحوش ضرب يمين شمال في كل حته لحد لما بيخلصوا عليهم. الناس في الوقت ده كانوا بره وقلقانين لا يكونوا ماتوا ولا حاجه، بس انت متخيل انهم هيموتوا يا صديقي؟ لا والله. رين وكنادي بيطلعوا من الكهف بعد ما خلصوا على كل الوحوش اللي جوه. الناس بتشوفهم بعدها وبيكونوا في قمه السعاده. رين وهو واقف بيقول في باله انا من يومين ما كنتش لاقي شغل ومطرود محدش بيعبرني، والنهارده الناس كلها ملمومه حواليا وفرحانه بانجازاتي، كل ده بسببك يا كنادي، شكرا على كل حاجه. ففي وقتها كنادي بتفرح جدا وبتقول له اي خدمه يا معلم، وبيخلص اليوم على كده. وبعد ما بيرجعوا على المدينه رين بياخد المكافاه وبيشوف لهم مكان يباتوا فيه. صاحبه الفندق اول ما بتشوف معاه البسكوته دي بتقول له مفيش غير اوضه واحده وبتاخده عليها بالعافيه. رين بيكون محروق من كنادي ومش حابب ينام معاها في نفس الاوضه، بيلم حاجاته وبيطلع علشان ينام بره. ولكن مره واحده كنادي بتمسك في ايده وبتقول له انت رايح فين؟ خليك نام هنا. رين بيقول لها ما ينفعش انا وانت ننام في اوضه واحده مهما كان، انت بنت برضه وانا راجل، انت لسه عارفاني امبارح وما ينفعش تثقي فيا بالسرعه ديت. كنادي بتقول له انا وثقت فيك علشان حسيتك طيب وشبهي، مش اي حد كده يعني بديله الامان، وبعدين انت السيد بتاعي وما ينفعش اسيبك تنام بره. بيقتنع
ريم من كلامها وبيقول لها خلاص اتفقنا. بتقوله بعدها بس ده ما يمنعش لما غير هدومي تضير وشك، فبيقول لها غمض عيني ما تقلقيش، وبعدين بينام. ولما كان رين نايم كانت كندي صاحيه وبتتفرج عليه وفي قمه السعاده، بتفتكر رحلتها والناس اللي حاولت تستغل مهاراتها وتقرب منها بالعافيه وقد ايه هي كانت مرعوبه وقتها. بعدين بتفتكر رين بعد ما لحقها وعاملها كانسانه طبيعيه مش اداه يستغلها، وكانت في قمه السعاده وقتها. تاني يوم بقى بيبدا الاتنين دول يكملوا مغامراتهم والدنيا بقت اخر روقان معاهم، ولكن البنت بتاعت النقابه بتقول لهم على مهمه صعبه، وهي ان في وحش مخيف عمال بيضرب كل الناس اللي بتروح على الجسر الكبير وبيهزمهم، وبيكون اللي هيهزم الوحش ده ياخد مكافاه كبيره جدا. رين اول ما بيسمع بالمكافاه بيوافق في ثواني. بيروح هو وكنادي على الجسر وبيبداوا يدوروا على الوحش اللي فيه. كنادي بتشوف تنين كده وبتكون مصدومه منه جدا. فجاه التنين بينزل على الارض وبيتحول لبنت قدامهم، بتقول لهم كويس ان حد جه علشان يسليني، اسمحوا لي اعرفكم بنفسي، انا تانيا، واحده من الفصائل القويه شبيهه التنين. رين بيتصدم منها جدا وبيسالها اذا كانت هي اللي بتضرب الناس اللي هنا ولا لا، فبتقول له ايوه وجازوا انتوا كمان علشان تنضربوا. بتهجم على رين بسرعه ولكن رين بيقدر يصد الهجمه. بتقول له عاش عليك والله، الضربه دي وقعت نص اللي كانوا هنا قبلك. بترجع تاني وبتنفخ نار من بقها، والمره دي كنادي ديلها بيولع. بتتعصب منها وبتهجم على تانيا بكل قوتها. رين بيستغل الفرصه وبيروح علشان يخلص عليها، بس تانيا بتاخد بالها وبتشيلهم الاتنين تفضل تدوخ فيهم وبعدين بتحدفهم بعيد عنها. بتجهز اخيرا علشان تخلص عليهم بالنار وهم في السماء. ولكن انت متخيل انهم هيموتوا يا صديقي؟ لا والله. رين بعدها بيضحك كده وبيقول لكنادي وفري لي 3 دقايق وانا هخلص عليها. كنادي بتوافق وبتهجم على تانيا بكل قوتها. رين بيستغل الفرصه وبيروض الطائر الموجود في السماء. ال3 دقايق بيخلصوا ورين بيرجع على القتال تاني. تانيا بتقول له اخيرا هتواجهني ولا ايه؟ رين قال لها لا مش انا، انت هتواجه دولي. وبتلاقي عصافير كتيره بتهجم عليها من كل حته. تانيا بتتعصب وبتقول له انت مفكر ان شبيه التنين زي هتخسر بحاجه زي كده؟ ولكن لسه ما كملتش الكلمه وبتلاقي نفسها واقعه على الارض قدامهم. رين قال لها ده طائر البيتو، القرصه منه بتخدر جسم كامل وما تخلوش يتحرك، وانت كده مش هتقدري تحركي صابع واحد من جسمك. تانيا بعدها بتعترف بالهزيمه وبتستسلم. ورين كان في قمه السعاده، بياخدها على النقابه وبيقول لهم انهم هزموا الوحش اللي على الجسر. البنت دي بتفرح جدا وبتقول له انا هعطيك المكافاه بس بعد ما نتاكد من صحه كلامك يعني. بتساله عن البنت اللي جنبه واللي هي تانيا يعني. لسه تانيا هتعرف بنفسها بتلاقي رين بيكتم بقها وبيقول لها دي واحده تبعي مش اكتر. بيطلعوا بره وبيفهمها رين ان الناس لو عرفت انها الوحش مش هيسيبوها في حالها. بيقول لها انا كده خلصت مهمتي ومش محتاج منك حاجه، الطريق الجاي ده لو كملتيه هتلاقي في بلده تانية عيشي فيها بس ما تعمليش حاجه زي كده تاني. تانيا بتتصدم من طيبته كده وبتقوله بس انا قررت ان افضل معاكم، ولا انت مش عاوزني ولا ايه؟ ريم بيتصدم كده وكنادي كانت غيرانه منها بس بيوافق يضمها لفريقه وبيبدا يعمل عقد معاها زي كنادي بالظبط. ده ايه العظمه ديت يا ابني؟ بعد العقد تانيا بتروح لرين وبتقول له خلي بالك مني بقى يا سيدي. جمال والله. بس من ناحيه تانية كانت فرقه البطل في مشكله، وهي انهم مش عارفين يعدوا غابه الوهم من بقالهم اسبوع. واحده منهم بتقول لو رين كان معانا كان استخدم حيواناته وعديناها في ثواني. اريوس وقتها بيضحك بخباثه كده وبيقول ما ايه المشكله، ما يلا نرجعه تاني، هو كده ما عندوش كرامه وهيوافق في ثواني. خباثه مفيش كلام والله. نرجع بقى لرين واصدقائه وهم في الغابه، وكانت مهمتهم هي القضاء على شويه من السلايم اللي بتبوظ الحقول يعني. الوحوش دي ضعيفه جدا واي حد بيعرف يهزمها، ولكن المشكله في تجمعها واعدادها الكتيره. المهم واثناء ما كانوا ماشيين في الغابه رين ما كانش لاقي مكان تجمع السلايمات ديت، وعلشان كده قال لكنادي والتانية انا عاوزكم تراقبوا جسمي لثواني وانا اعرف مكانهم. العيال ما فهمتش طبعا هو بيقول ايه، ولكن بعدها رين بيدخل وعيه جوه عصفور كده وبينادي عليهم بيقول لهم خلي بالكم بقى من جسمي دلوقتي وانا اروح اعرف مكان السلايمات واجي. العيال اتصدمت منه جدا وبعدين مشى، وبالفعل بيروح هناك وبيكتشف مكان تجمع الوحوش وتمركزها. اول ما بيوصلوا هناك تانية بتطلب من رين يضرب السلايمات بسحر النار بتاعه. رين بيقول لها بس انا سحري ضعيف جدا ويكاد يكون في المستوى الاول. تانية قالت له جرب بس مالكش دعوه، فقال لها تمام، وهوب ضرب ضربه خلصت على كل السلايمات في مره واحده. الله هو في ايه؟ تانية قالت له انا كشبيه التنين بتصنف كتاني اقوى طاقه سحريه في الارواح النادره، وبما انك عملت عقد معايا فكده انت بقى عندك نفس الطاقه السحريه ديت. ده العظمه ديت. وبتفضل تانية تعلمه السحر بعدها، وكانت عصبيه جدا وهي بتعلمه ولكن اتعلم يعني. المهم بعدها ريم بيرجع على النقابه وبيسلمهم الجواهر بتاعه الوحوش، بيخلصوا وبيستلم الفلوس وبيطلعوا يتمشوا في المدينه. بالليل بقى ريم بياخدهم يعزمهم بمناسبه انضمام تانية الفريق.
فريقهم، وكانت 3 في قمة السعادة. ولكن فجأة كندي بتسأله عن سر قوته في ترويض الوحوش وهو جاي منين اصلا. رين بيسكت شوية كده وبعدين بيقرر يحكي لهم على حكايته. بيقول لهم انا كنت عايش في قرية مليئة بمروضين الوحوش الموهوبين، كان ابويا وامي طبعا من الناس ديت. سبتهم مرة ورحت على الغابة علشان اتدرب وازود في طاقتي. عدى الوقت وما اخدتش بالي غير بالليل. رجعت على القرية ولقيتها متدمرة وكل الناس اللي فيها ماتوا. ما قدرتش استحمل وفضلت واقف مكاني لحد لما جنود كده جت واخدتني. اتربيت بعدها في احدى العائلات وكنت بضطر اشتغل كل يوم علشان اكسب قوت يومي، لحد في يوم البطل اريوس واصحابه بيشوفوني وبيعرضوا عليا الانضمام معاهم. كنت فرحان جدا وحاسس ان اخيرا في حد احتاج لي. ولكن اريوس كان بيستغلني مش اكتر، كان بيخليني اشيل الامتعة وراقب لهم المكان ويستغل فيا كمان وكمان، وكنت بعمل كل ده على الفاضي لحد لما جه اليوم وطردني من الفريق. وانتم طبعا عارفين الباقي. كندي بتتأثر جدا بعد كده من كلامه وبتقول له انا دلوقتي عرفت انت ليه بتندفع في الخطر لوحدك وتسيبنا وراك. تانية هي كمان بدأت تتأثر وقالت له انت طيب زيادة عن اللزوم، بس على فكرة دي حاجة حلوة. رين اتأثر من كلامهم والدمعة كانت في عينه. ولكن تانية وكندي قالوا له كل ده كوم والبطل وفريقكم تاني، احنا لو شفناهم مش هنسامحهم. وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بيروحوا الفرقة مع بعض لمواجهة بعض الغيلان، وتانية وكندي كانوا بدأوا في التنافس على مين اللي هيهزم اكتر. رين حذر تانية وقال لها خلي بالك بس وما تتقدميش زيادة، وده طبعا علشان ما يحصلكيش حاجة. تانية ما سمعتش كلامه وقالت له محدش هيقدر عليا يا عم. فضلت تقاتل في كل الغيلان ومحدش هممها. ولكن فجأة غول بيشد رجليها وبيوقعها على الارض. تانية بتطلع نار من ايديها وبتقتله في ثواني، ولكن من حيث لا تحتسب غول تاني بيجيلها من ظهرها وكان خلاص هيقتلها لولا تدخل رين اللي حماها بدراعه. البنت بعدها كانت متأثرة جدا وزعلت علشان هي ما سمعتش كلامه وخلته يتعور. رجعوا على النقابة وسلموا الاحجار والدنيا بقت تمام معاهم. ولكن تانية كانت زعلانة في الوقت ده واقفة كده عند النهر ومش عارفة تعمل ايه. زعلانة علشان ما سمعتش كلام رين وزعلانة اكتر علشان خلته يتأذى بسببها. بتشوفها بنت صغيرة كده وبتقول لها مالك شكلك زعلانة. تانية بترد عليها وبتقول لها عملت حاجة غلط. البنت قالت لها امي دايما بتقول لي لو عملتي حاجة غلط لازم تعتذري عليها، وبعدين بتسيبها وتمشي. تانية بتتأثر بكلامها وبعدها بيجي لها رين. اول ما بيدخل عليها البنت بتقول له انا اسفة علشان ما سمعتش كلامك. رين قال لها انت زعلانة علشان كده يا عم ولا يهمك، اهم حاجة انك بخير وسليمة، وبس خدي بالك بعد كده علشان يمكن ما كنتش جنبك. فبتتأثر تانية بكلامه وبتكون في قمة السعادة. بيرجعوا على البيت بعدها وبيناموا وبرضه في اوضة واحدة علشان ما فيش غيرها، او العجوزة عايزة كده يعني. وهم نايمين كان بقى باين على تانية انها معجبة برين جدا وشكلها بقت بتحبه يا معلم. وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بقى ورين ماشي هو وفريقه رايحين على مهمتهم. بيقابلوا حاجة ما كانتش في الحسبان نهائي، فرقة البطل قدامهم. رين وقتها كان مصدوم جدا ومش قادر يتحرك. تانية وكندي ما كانوش عارفين مين دول اصلا ومش فاهمين حاجة. رين بيقول لهم يلا بينا نمشي من هنا دلوقتي. لسه بيمشي وبيلاقي اريوس بيقول له بلاش المعاملة ديت يا صاحبي، ده احنا كنا اصحاب لمدة برضه، ولا علشان قلنا عليك واحد مالكش لازمة تزعل مننا يعني. تانية وكندي بيعرفوا ان دول فرقة البطل، بدأوا يتعصبوا جامد. اريوس لما اخد باله منهم اتصدم علشان في 2 من الانواع الاقوى ماشيين مع رين وبتدعمه. بس رين بيقوله لخص وقول انت عاوز ايه علشان انا مش فاضي. اريوس قال له انت عارف غابة الوهم صح؟ فرين قال له صح. اريوس قال له احنا حاولنا نعديها بقالنا اسبوع ولكن معرفناش، انت عارف ان السفر واحنا شايلين الامتعة صعب برضه، وعلشان كده عاوزينك معانا علشان تستخدم حيواناتك وتعرفنا الطريق وتشيل حاجاتنا. رين اتعصب من كلامه وقال له انت جاي مفكر اني اوافق على كلامك ده ولا ايه؟ يلا نمشي من هنا يا بنات مفيش وقت نضيعه معاه. بس هو ماشي بنت منهم وقفته قالت له الغابة ديت فيها ترس الحقيقة، ودي أداة مهمة هتساعد البطل في هزيمة ملك الشياطين. تخليك أو رفضك للمهمة دلوقتي معناه إنك هتسمح لأرواح كتيرة والناس تموت بسببك يا ولاد الخبيثة. علشان عارفين إنه طيب ومش هيسمح لحد يتأذى مسكوه من إيده اللي بتوجعه. رين اتأثر بكلامهم وقال لهم خلاص موافق. بس أنت متخيل بقى إن تانية وكندي هيسكتوا يا صديقي؟ لا والله. تانية بتقول لهم أنتم طردتوه من فترة وجايين دلوقتي علشان تطلبوا منه حاجة، اركعوا الأول واعتذروا منه. يا بنت اللعيب. أريوس بيتعصب منها وبيقول لها أنت مفكرة البطل اللي زيي يعتذر لجبان زي ده شيء مستحيل بالنسبة لي. وانت يا رين ما تلم الحيوانات بتاعتك ديت، انت مش شايف انهم مغرورين شوية ولا ايه؟ ممكن يكونوا ارواح من النوع الاقوى بس هم في الاول والاخر حيوانات مش اكتر. رين اتعصب جامد
ضربه بالبوكس في وشه. قال له الاتنين دول يا اصدقائي، حاول تغلط في واحده منهم تاني وهتشوف حاجه مش هتعجبك. اريوس بيتعصب من كلامه، ازاي مجرد مروض وحوش يضربني؟ بص يا رين، انا بتحداك، الفريق بتاعك ضد الفريق بتاعي، اللي هيخسر مننا هيخضع للتاني. رين قال له تمام، وبدات المعركه. كنادي هتواجه الراجل ابو سيف ده، والتانيه هتواجه البنتين لوحدها. اما رين فهيقاتل البطل اريوس. يا ترى بقى مين هيكون الفائز؟ القتال بيبدا ما بين كنادي والراجل ده، وشكله واثق جدا من نفسه. بيقول لها انا كنت عاوز اجرب دايما اقاتل حد من الانواع الاقوى. كنادي كانت متعصبه وقالت له انا هخليك تعتذر من رين على اهانته، وهجمت عليه بكل قوتها. الواد بينضرب من جميع الجهات ومش عارف يعمل حاجه، بيجمع كل قوته في السيف وبيحاول يضربها، ولكن بتصدها بكل سهوله. بعدها بترجع لورا كده وبتقول له فضلت تزعق وتقول تقنيه اسطوريه وخليتني اقلق، بس هو ده اخرك ولا ايه؟ الواد بعدها تعصب جامد، قال لها انا لازم اقتلك بكل قوتي بقى. طاقته بدات تتجمع حوالين جسمه. كنادي بتقول له ده انت شكلك جامد بقى، يبقى انا لازم اقتلك بنص طاقتي، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي لو حصل لك حاجه. وبتهجم عليه بكل قوتها. الواد ملحقش يشوفها اصلا، وبوم رجل منها بتكسر عظمه. عظمه يا بنت والله. نروح بقى لتانية واللي بدات في القتال مع الاتنين دول، بتستفز فيهم وتعصبهم وبتقول لهم وروني شطارتكم. العيال بتتعصب وبتهجم عليها بكل قوتها، ولكن تانية بتطرقع صوابعها بس وبتلغي تعويذتهم. العيال اتصدمت. تانية بتضحك عليهم وبتقول لهم هو ده اخركم ولا ايه؟ العيال اتعصبت اكتر وفضلت تعمل تعويذ من جميع العناصر على تانية، ولكن كله بيتلغى في ثواني. تانية قالت لهم الملغي المادي، دي قدرة بتخليني اقدر امحي اي تعويذة ضدي مهما كانت قوتها. وكده انتوا جبتوا اخركم بقى ولا ايه؟ العيال اتنرفزت جامد من كلامها، جمعوا كل قوتهم ضربوها، ولكن برضه من غير اي فايدة. والبنات بعدها فقدت دافع القتال بتاعهم. تانية قالت لهم انتم مفكرين انكم هتشتموا رين وانا هسيبكم كده ولا ايه؟ كهديت وداع مني هوريكم بقى السحر الحقيقي. السما بدأت تتلون بالاحمر. العيال بقى في قمة الرعب من اللي شايفينه، نيازك بتظهر فوقهم وشكلها دي النهاية. العيال ما بيقدروش يستحملوا وبيغمى عليهم من المنظر، بس تانية طبعا ما بترضاش تقتلهم علشان رين ما يزعلش. وبكده تانية بتكون هزمت الاتنين اللي معاها، وما عادش فاضل غير رين واريوس. يا ترى من سينتصر؟ اريوس بيستهزأ برين وبيقول له كانت حماقة منك انك تواجه بطل زيي، اجهز علشان هتموت. ولكن رين بيهجم عليه في نص كلامه وما بيخلوهوش يكمله. اريوس بيتعصب منه، بيبدأ في الهجوم بالسيف بتاعه. مهاراته في استخدام السيف كانت عالية جدا وقدر يصيب رين في مناطق كتيرة في جسمه. بس انت متخيل ان رين شايفه خصم صعب يا صديقي؟ لا والله، رين بيديله بوكس كده وبيبعدوا عنه. لسه اريوس ما فاقش وبيلاقي بوكس تاني بيحطم الصخرة اللي وراه. اريوس اتصدم، قال له انت بقيت قوي كده ازاي؟ رين قال له دي قوة مراود الوحوش اللي انت استهزأت بيها، وعلى فكرة انا حافظ كل تحركاتك. واداله رجل طياره. اريوس اتعصب بعدها، هجم بسحر البرق على رين، ولكن رين بيصدها وبيستخدم سحره المعزز بطاقة تانية. اريوس بيقول له تعويذتك دي عمرها ما هتسد قدام كمية التعويذ اللي هتشوفها. هجم عليه بتعويذ اكتر. رين بيحاول يفادي الهجمات وشكل الوضع بقى صعب معاه، او هو بيحاول يبين كده. اريوس وهو بيهجم بيلاقي نفسه واقع على الارض، جسمه كله متخدر. رين قال له انت نسيت ان بعرف اروض الحشرات ولا ايه؟ وبيتضح ان رين اول ما هجم اريوس عليه كان سايبه يضربه، وهو مركز مع الحشرة ديت علشان يخليها تقرصه. جامد يا ابني والله. اريوس كان واقع على الارض وبيقول لرين سامحني، انا اسف، غلطة مش هتتكرر تاني. بس انت متخيل بقى ان رين هيسيبه بعد ما شتم في اصحابه يا صديقي؟ لا والله، رين بيديله بوكس كده بيكسر بيه وشه، والارض من تحته اتفتتت. عظمة على عظمة يا ابني. تانية وكنادي بيجوا عليه بعدها وبيكونوا في قمة السعادة. ده ايه الجمال ده يا جدعان؟ وبس لحد هنا بيخلص الجزء الاول بتاعنا. لو عاوزين جزء تاني اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم. والسلام سلام سلام.